السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا عامل الحلقة دي عشان اتكلم فيها عن كابتن حسام حسن. ده اول حلقة اصورها واتكلم فيها عن مدرب، مش على لاعب كورة. هتكلم عن كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن. كابتن حسام حسن كلنا عارفين عنه كجمهور ان هو مدرب حماسي قوي. كل جمهور مصر عارف المعلومة دي كويس. بس انا جاي النهارده اقول لك ان كابتن حسام حسن ما هوش مدرب حماسي بس. كابتن حسام حسن تكتيكي، بتاع تكتيك، بتاع فنيات. بيعرف يوظف اللعيبة صح في مكانها، بيعرف يعمل خطة عشان يقفل على الخصم، بيعرف يلعب بكل انواع الخطط: 4-4-2، 3-5-2، 4-3-3، 4-2-3-1، 4-1-3-2. واللي اثبت لي ان هو مدرب جامد في الماتشات اللي لعبها في كاس العالم 2026. كل الماتشات بصراحة يعني كان شغال فيها 10/10، محدش يقدر ينكر. ممكن نقول ان هو عنده اخطاء، وده وارد بيحصل مع كل المدربين. يعني انت شفت المدرب بتاع فرنسا عنده اخطاء، المدرب بتاع الارجنتين عنده اخطاء. يعني مش كابتن حسام حسن بس هو اللي بيغلط. فهو كخطط وكتكتيك عالي بصراحة، محدش يقدر ينكر. عشان محدش يقول لي في التعليقات اصل هو مدرب حماسي بس، لا. وبعدين بيعرف يوظف اللعيبة في مكانها صح. عنده ميزة كمان، بيعرف يخلي لعيب الكورة يطلع اللي عنده، ما يخافش، بيلعب بجرأة، بيكون حماسي زيادة عن اللزوم، بيديله باور، بيحفزه، بيخلي اللعيبة عندها إصرار وعندها عزيمة وعندها إرادة. وعاجبني قوي في حتة ان هو لما بيجي يلعب ماتش ما عندوش حاجة اسمها انا هخسر. اي ماتش بينزل يلعبه عنده حتة انا هكسب يعني هكسب يعني هكسب. ما يعرفش حاجة اسمها الخسارة، ما يعرفش حاجة اسمها هزيمة، ما يعرفش حاجة اسمها انا بخاف، ما يعرفش حاجة اسمها انا هخش العب بطولة و هلعب واعمل اللي عليا وانا وحظي او انا ونصيبي. مفيش الكلام ده. عاجبني قوي في ان هو لما بيخش البطوله بيبقى حابب وعايز ان هو ياخدها. حتى في كاس العالم اول مره يصعد بمنتخب مصر كاس العالم، وكان حاطط في دماغه ان هو هيكمل وهيوصل للنهايه وهيوصل للنهائي، وكان عنده استعداد ان هو يلعب النهائي ويكسب. بصراحه يا جماعه الراجل طموحاته عاليه جدا. فهو ده اللي عاجبني قوي فيه. باصص لقدام، شايف ان هو قدام هيقدر يكسب وينجح ويوصل وياخد اللي هو عايزه. وكابتن ابراهيم حسن في ظهره. الراجل ده ما يعرفش يعني ايه هزيمة، ولما بيخسر بيكون حزين جدا، بيعيش في حالة من الحزن ومن القهر. فده يثبت لك ان هو راجل كويس، ان هو راجل بيشتغل صح، الراجل عنده ضمير في شغله، الراجل عايز ينجح باستمرار. دي حاجة عجباني قوي فيه. وفي ناس طلعت تقول اصل كابتن حسام حسن بيقول في تصريح اصل انا باخد مليون وعايز اكتر. ما ياخد يا عم اكتر، ايه المشكلة يعني؟ نروح نجيب المدربين الاجانب بنديلهم ارقام عالية جدا بالدولار وما بيعملوش حاجة، بنخسر برضه في الاخر. كابتن حسام حسن احسن من الناس دي كلها بصراحة يعني. عمل انجازات جامدة يعني. هو لسه ما جابش بطولة، بس انا شايفه ان هو عامل انجازات في الشغل نفسه. هيجرى ايه يعني لما يطلب مليون واتنين وتلاتة؟ ما ياخد يا عم اللي هو عايزه، حقه. الراجل شايف شغله صح. الراجل ثبت نفسه من اول ما مسك المنتخب. راجل عنده الجرأة ان هو يلعب ماتشات قدام البرازيل وقدام اسبانيا وقدام انجلترا وقدام فرنسا وقدام المغرب وقدام الارجنتين وقدام بلجيكا وقدام اي منتخب في العالم. جامد بصراحة، محدش يقدر ينكر يعني. فربنا يفتح عليه ويوسع رزقه. وانا شايف ان هو
في الماتشات اللي جايه وفي البطولات اللي جايه هيقدر يعمل حاجه، وربنا هيكرمه وهياخد بطولات، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. وكده انا خلصت حلقتي معاكم اللي انا كنت بتكلم فيها عن كابتن حسام حسن وابراهيم حسن، وهشوفكم الحلقه اللي جايه ان شاء الله.